كده بقى كله تمام. ايه يا بكرة بقى جميل. اسخن الاكل. انا بكرة اسخن الاكل. خلاص كده كله تمام، والفراخ الصبح هعملها وخلاص كده. تمام، طب اعملي حسابك تزودي بقى شويه كمان في الاكل. طب في كتير اهو، في محشي وفي بطاطس، وهدس كمان صينية رز الصبح والفراخ وكده حلوة اوي. ماشي يا بابا. اعمل ايه؟ اعمل حاجة تاني؟ طيب عايزين حاجة تاني؟ عشان ابويا وامي واخويا خالد جايين بكره، هيصلوا العيد ويجوا يقعدوا علينا ويكملوا معانا لحد الغدا. طب ما تخليهم يجوا تاني يوم العيد يا عبدو. ليه يا حبيبتي؟ ما انت عارف ان ابويا وامي جايين واخواتي بكرة وهيتغدوا معانا، وانا عاملة الاكل ده علشانهم. طب وفيها ايه لما اهلك يجوا واهلي موجودين ونبقى العيله كلها متلميه مع بعض؟ يا عبدو خلي اهلك في يوم واهلي في يوم، الاتنين ما يبقوش مع بعض. وانا يعني اتصل بابويا وامي اقول لهم ما تجوليش اول يوم ما العيد؟ يجوا تاني يوم يا عبدو، ايه المشكلة؟ ما اهلي جايين الصبح، في ايه؟ وفيها ايه يا حبيبتي لما اهلي يجوا؟ ما فيهاش حاجه خالص. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ مش فاهم. زودي بس الاكل شويه، مثلا انت عامله حله محشي اهو، وبتقولي عامله بطاطس، وهتعملي بكره صينيه رز. صينيه رز خليها صينيتين او اعملي في الصينيه الكبيره عشان تكفي يعني ابويا وامي وخالد بس. مش وانت. هينفع اهلك يجوا بكرة، كلمهم. كلم ابوك وقول له يجي بعد بكرة. اكلم ابويا اقول له يجي قول بعد. له قول له احنا مش هنبقى هنا. قول له مثلا ان احنا خارجين مثلا، او ان قول له هدير عند اهلها، رايحين عند اهلها، ابوها تعبان، عندهم حاجة. قول اروح يعني مش فاهمة اتصرف. ده ابويا متصل بيا وامي اكدت عليا كمان ان هما جايين الصبح. ده هيصلوا العيد هنا في الجامع اللي جنبنا. يا عبدو ايه المشكلة يعني لما اقعد مع اهلي ونفرح بالعيد ونتلم كلنا مع بعضين؟ يعني ابويا وامي واخواتي وكمان ابوك وامك واخواتك. وفيها إيه يا حبيبتي؟ ما العيلتين يتجمعوا مع بعض. لا اله الا على الاقل الله. عيلتي وعيلتك ما يبقوا انت مع عارف ان بعض. ابويا عصبي وما بيرتاحش في القعده مع ابوك اصلا، يعني هيبقى قاعدين كده. عيبه في حق ابويا مثلا او ابوك ان يبقوا قاعدين كده وما بيتكلموش. لان ابويا ما بيحبش الاختلاط، ما بيحبش التجمع، ما بيحبش الكلام ده كله. يعني انا هخلي ابويا وامي ما يجولوش اول يوم، جايين يعيدوا على انت ابنهم. فاجئتني يا عبدو، في ايه؟ انت فاجئتني بجد، ليه كده؟ اما انت مفاجئاني الصبح كمان ان ابوك وامك هيقعدوا معانا بكره. طيب انا قايله لك الصبح، قايله لك قبلها بكتير اهو. بكتير ايه؟ ده المغرب طب لسه مدة من خلاص. كام شويه، من ماشي ساعه. ماشي ماشي. هدير نلم الدنيا يا هدير، ويجوا يقعدوا مع بعض. مش هيحصل اي مشاكل. وست لو في اي حاجه انا هلطف الجو بكره معاهم. سيبها على الله. كل سنه وانت طيب، ده بكره اول يوم العيد. ماشي وانت طيب. يلا سيبها بقى تعمل اي حاجه، لو عايز اي حاجه رن عليا اجيبها لك. انا هنزل اجيب حاجه من تحت. ماشي. انا لازم اتصرف. هكلم حماية او حماتي واقول لهم. لحظة واحدة. مفيش قدامي غير الحل ده. الو. ايه يا حماتي، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، انت اخبارك ايه؟ وانتي طيبة وانتي طيبة. بيجعلوا عيد سعيد عليكم. اه، ما عبده قال لي ان انتوا جايين الصبح تعيدوا علينا وهتتغدوا معانا. معلش، ما احنا مش هنكون في البيت، حقك علينا بقى، انا قلت اكلمك واعرفك بس عشان احنا مش هنكون في البيت. احنا رايحين عند الجماعة بكرة عشان ابويا بقى عزمنا بكرة على الاكل وكده بعد الصلاة. وقال لنا لا ما ينفعش وبتاع، عشان اخواتي جايين كل واحدة جاية بجوزها وكده، فمش هينفع. خليكم انتوا بكرة بقى ان شاء الله. ماشي ماشي يا حماتي. معلش بقى. مع السلامة. بس كده. طب لو حد منهم كلم عبده بكرة، او عبده كلمهم قال لهم ما جيتوش ليه، عملتش حساب الحتة دي. طب اعمل ايه؟ انا وقعت نفسي في مشكلة. هتصرف.